مساء الخير يا حبايبي، ومساء التفاؤل، ومساء الأمل في الله. يا رب، ربنا يا رب ينصر إخواتنا ويثبتهم. طبعا الظروف مش أحسن حاجة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أكبر من أي شيء. أمرنا إن احنا نعتصم بحبل الله ونتوكل على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يلا بينا نشوف مع بعض فيديو النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم صحة وعافية يا رب. ربنا يا رب ينصر المسلمين ويعز الإسلام في كل مكان في الدنيا. النهاردة أنا بدأت أعمل كنت عاملة ديك رومي. نشوف الديك رومي بيتعمل ازاي سوا من غير ما نحتاج نودي لحد يسويه لنا ولا حاجة. انا جبت حوالي 6 بصلات متوسطين، فرمتهم فرم خشن، حطيت عليهم ملح وفلفل، وحطيت كزبرة، وحطيت شطة، وحطيت ملح، وحطيت كاري، وحطيت معلقة واحدة بس من بهارات الكبسة، وحطيت حبهان، وحطيت ورق لورا، وحطيت كمان توم باودر وبصل باودر، وغلفت بيهم الديك الرومي وسبته لمدة 24 ساعة في التلاجة في قلب الكيس النايلون. وكنت عاملة كمان جنبه أرنب هحمره في السمنة البلدي بعد ما اسلقه. الأرنب حطيت بصل، وحطيت ورق لورا، وحبهان، وملح وفلفل وبس. ما بحبش احط على الأرنب بهارات اكتر من كده، لان الأرنب لحمه خفيف جدا وهو بيبقى مسكر ويعني طعمه ما بيحتاجش فيه اللعب زي اللحمة بالظبط. والأرنب طبعا كنت غسلاه ومنضفاه كويس جدا وشايلاه في الفريزر. اول ما المية غليت حطيته في النار على طول. وعملت كمان فول مدمس. مادام الفول موجود في البيت انا بجد ما ببقاش شايله هم اي حاجه. يوم ما هنبقى مش قادرين نعمل اكل هنعمل فول بشويه طماطم وناكل ونحمد ربنا. بنحط الفول وبنحط عليه بصلة نقسمها نصين، ونحط عليه 5 طماطمات اللي في الحالة ده بياخد مقدار 1.5 كيلو فول، وبحط عليه 4 فصوص توم، وبحط عليه مقدار مج صغير أو فنجان صغير عدس أصفر. وبحط عليه جزرتين متقطعين قطع كبيرة، وبسيبه على النار. أول ما الحلة السب بتصفر بسيبه 4 ساعات. كل ساعة ونص بفتح عليه أزوده مية تكون بتغلي، المية تكون مية سخنة، وبيستوي بيبقى زبدة، وهوريهولكم في آخر الفيديو. أنا صحيت من النوم بقى، حطيت الديك في قلب الفرن، وبعدين عملت الفول وعملت الأرنب زي ما انتوا شفتوا. قلت أعمل بقى حاجة حلوة تتاكل بالهنا والشفا على قلب اللي اكلها. فقلت هعمل جلاشات، اعمل جلاش محشي كاستر او محشي كريمه كدابه، وقلت اعمل جلاش تاني ملفوف بالسوداني والزبيب وجوز الهند. الجلاش الحلو غير الجلاش بتاع الاكل، لازم كل طبقه تدهن سمنه او تدهن الماده الدهنيه اللي انت بتستخدميها. انا طبعا اشتغلت بالسمنه البلدي. كل رقين بالظبط، مش كل رق، كل رقين دهنتهم سمنه بلدي، وحطيت الجوز الهند على الزبيب على السوداني في قلب بعض، وبقيت احط عليهم بعد ما احطهم صفى على ورقه الجلاش. بصوا، بجيب معلقه الشربات واقوم بله الخط اللي انا عاملاه ده من المكسرات، بله شربات عشان يبقى مسكر في قلب الجلاشية، والفها رول كده واركنها على جنب في صينية تانية. خلصت لفة الجلاش كلها بالشكل ده. ده بالنسبة للرول السوداني. انما بالنسبة للكاستر الجلاش اللي محشي كاستر، طبعا انا حطيت على النار اللبن وحطيت السكر وحطيت النشا وقلبت لحد ما القوام بقى مناسب بالنسبة لي. وحطيت برضو دهنت كل رقين بالسمنة البلدي لحد ما خلصت نص اللفة. فرشت الكاستر وغطيته بالنص التاني، وبين كل رقين كنت بضيف السمنة البلدي برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فين اللايك وفين الشير وايه اللي جرالكم؟ قوليلي فين اللايك، فين اللايك وفين الاشتراك؟ لسه ما دوستوش لايك؟ انا عاوزه لايك من قبل ما تدخلوا تشوفوا الفيديو. ربنا يا رب يبارك فيكم. فين تعليقاتكم الحلوه، وفين تشجيعكم، فين الحاجات الحلوه دي كلها؟ بيكم طبعا بقدر اكمل، وبيبقى لي نفسي انزل فيديوز كتير. طبعا يعني كلنا الايام دي نفسيا مش افضل حاجة. ربنا يا رب يشرح صدورنا وييسر امرنا باذن الله. بصوا الجلاش طلع من الفرن خطير. الجلاش الصوابع بقى قطعته قطع زي ما شفتوا كده، ورصيته في صواني ودخلته الفرن. كل اتحمر الجزء اللي تحت او ملفاه على الناحية التانية، او تفتحي الشواية، بس انا بحب الفه على الناحية التانية عشان كله يطلع مقرمش.
وكل الجلاش اللي طلع من الفرن سقيته شربات. الشربات والتركاية الوحيدة اللي في الشربات ان احنا اولا الشربات بتاع الجلاش ده ولا هو خفيف ولا هو تقيل، يعني تقدري تقولي كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، ولما يغلي اعصر عليه ليمونة واسيبه يتقل كده حوالي 3-4 دقايق، ولما اقفل عليه احط باكت فانيليا واحط معلقة سمنة بلدي واقلب، تدوقي احلى واجمل شربات ممكن تدوقيه في حياتك، يعني ريحة وطعم وقوام وكل حاجة. المهم ما تكتريش الشربات في اي حاجه، وتقدري تقللي الشربات، ولو لقيتي الحاجه محتاجه شربات بتقدري تضيفي لها بعد كده، عكس ما تكتري الشربات وتطلع مسكره وما تلاقي لهاش حل ويبقى ما حدش قادر ياكل منها. شايفين الليمون اللي قدامكم على الميكرويف ده؟ اول ما الفول المدمس يخلص بعصر الليمون ده على وش الفول عشان يفضل لونه محمر وجميل في الفريزر وما يتغيرش. عايزه اقول لكم طبعا الجلاش لسه طالع من الفرن موحوح. خلاص انا حطيت كميه الشربات المناسبه وقلبته يمين كده وقلبت شمال لحد ما اتشرب بالشربات كله. لقيته محتاج معلقتين كمان قمت مزوداله. لسه ما عملتيش لايك لحد دلوقتي؟ يلا فين اللايك وفين الاشتراك في القناة وفين تشجيعكم؟ يلا. الاتنين فيديوز اللي فاتوا مش عارفة ليه ايه اللي حصل، بس الله المستعان. ربنا يصلح الحال ان شاء الله بإذن الله. خلاص كده اتأكدت ان كل الاطراف وصلها الشربات وبقى جميل جدا. عايزة اقول لكم ان طعمه وريحته ولونه بجد حاجة حلوة قوي قوي وفي منتهى الجمال. كنت خلاص خلصت الجلاش، الصوابع طلع من الفرن. كل اللي ده الجلاش ده اتهبل عليه واتهبل على طعمه وجماله وقرمشته، حاجة بجد بجد ما اقدرش اوصف لكم جميلة قد ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الجلاش من اسهل الحاجات ومن اسرع الحاجات، وممكن تنجزك لما يبقى عندك حد جالك على غفله او حد عرفتي خلاص ان هو جايلك في الطريق. عايزه اقول لكم بيتعمل في اقل من تلت ساعه، بتبقى الحاجه بتاعته جاهزه. ده لو انت عندك شربات كده كده متوفر. انا عن نفسي بعمل كميه شربات كبيره واحطها في برطمان ازاز تبقى دايما في التلاجة عندي احتياطي، لونه ما بيتغيرش وطعمه ما بيتغيرش. ما دام البرطمان ازاز ومحكم ومقفول كويس بيقعد لحد اكتر من 40-45 يوم في التلاجة ما بيجرالوش اي حاجه. حطيت الشربات على كل الجلاش اللي باقي زي ما انتوا شايفين كده. خرج بقى، يعني مش قادره اقول لكم الولاد بقوا هياكلوا صوابعهم وراه. جربوا طريقه الجلاش دي وهتلاقوا طعم جلاش مميز زي بتاع بره بالظبط، وزي البقلوات اللي بتبقى في اطباق الحلويات الشرقيه ما تفرقش عنها حاجه ابدا. ان شاء الله باذن الله. انا عايزه في مره اعمل لكم برضو البسبوسه الاكياس. البسبوسه الاكياس دي بتطلع خطيره جدا، ولا اجمل بسبوسه بتدوقوها. التركايه كلها في الشربات بتاع البسبوسه هنعمله ان شاء الله باذن الله مع بعض، هتطلعوا منها احلى واجمل والذ بسبوسه. كل ده والاستاذ ديك كان موجود في الفرن، بس انا قلت بقى ايه، كنت بحط الجلاش اثناء ما هو بيستوي كده ياخد سوا معاه علشان انجز وعلشان اكسب وقت كمان. انا عايزه اقول لكم الديك الرومي انا حطيته في ورق زبده وقمت مغطيه ورق الزبده كمان بالفويل. سبته حوالي 4 ساعات وشويه صغيرين، وطلعته زي ما انتوا هتشوفوا بقى دلوقتي. هطلعه من الفرن. يعني فكيت عليه بقى، فكيت منه الفويل وفكيت ورق الزبدة واخدت من الزيوت اللي هو نزلها. طبعا في تتبيلة الديك الرومي ولا حطيت سمنة ولا زيت ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. اخدت من الزيوت اللي هو نزلها الديك نفسه ودهنته بيها بالفرشة تاني، لمعته كويس قوي ودخلته الفرن. هتشوفوه بقى ازاي هيخرج جميل، ولا هتحتاجي توديه لحد يسويهولك ولا تخافي من تسوية الديك. طلع مقرمش من بره ومن جوه. عايزه اقول لكم بيدوب دوب. نسيت اقول لكم في خلطه البصل، انا قايله لكم قبل كده وبقول لكم تاني ان احنا بنحط فنجان صغير لبن تخلي نسيج اي لحوم انت عاملاها تحفه، يعني حاجه كده رهيبه وجميله جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا الجلاش شكله جميل ازاي.
بجد شكله جميل وطعمه جميل وكل حاجة فيه كانت حلوة جدا. بقية الشربات بقى علشان مرميش حاجة طبعا انا صفيته فوق الجلاش. ودي كانت طريقته، سهل وجميل، تقدروا تعتمدوها. جربوا الطريقة وقولولي. كل ده لسه ما دوستيش لايك؟ فين اللايك؟ واتمنى من كل قلبي تكونوا قضيتوا عيد سعيد وجميل، ما فيهوش نكد، ما فيهوش خناق. افتكروا دايما تدعوا لاخواتنا، وافتكروا دايما تدعوا للاسلام ان ربنا ينصر الاسلام ويعز المسلمين. بصوا بقى شكل الفول انا كيسته ورايحه كنت احطه في الفريزر اهو. بصوا لونه، بصوا جماله. عايزه اقول لكم كمان الكاميرا ظالمه اللون، حاجه كده تحفه. بصوا لونه عامل ازاي، والله لونه محمر، وكمان طعمه مش محتاج غير شويه ملح وفلفل وكمون وزيت وعصره ليمون، وكله اجمل واطعم فول مدمس. ولا تحتاجوا الفول الشارع، ويوم ما هتجيبوا فول الشارع هتلاقوا نفسكم سبحان الله ما تقدروش تاكلوا الفول ده ابدا. اهو بصوا الزيوت اللي الديك نفسه كان منزلها هي اللي انا دهنته بيها، وده رجعته بقى الفرن مرة تانية من غير ما يبقى عليه فويل ولا اي حاجة. عريته تماما من الفويل ومن ورق الزبدة، وهخرجه بقى بعد شوية هتشوفوا شكله. في الوقت ده انا طبعا ما بقليش السمبوسك في الزيت ابدا، وما بحبهاش مقلية في الزيت لان هي بتتعب القولون وبتتعب كمان المعدة. جربوا طريقتي وحرفيا عمركم ما هتعملوا الا بيها. انا جبت فنجان صغير من اللبن او نص مج من اللبن، حطيت فيه معلقتين ملح ومعلقتين صغيرين سمنة بلدي، وحطيت شوية زيت اللي انتي بتستخدميه ايا كان ايه هو الزيت اللي عندك. ربنا ييسر امركم يا رب ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. وقلبت ده كله مع بعضه، طبعا اللبن يبقى سخن علشان يقدر يدوب السمنه ويقدر يدوب الزيت جواه. اخد كل واحده من السمبوسك اغطسها في قلب اللبن اللي فيه السمنه وفيه الزيت وارصها في الصينيه. حاجة مفيش اسهل من كده، وما بتاخدش وقت خالص، وما بتحماش على المعدة، وما بتبقاش بتنقط زيت، وما بتشربش زيت. بصراحة السمبوسك في الزيت طعمها ما بيبقاش احسن حاجة. وطريقة الفرن دي سهلة وسلسة وجميلة، والميزة اللي فيها انك ما بتحطيش زيت كتير ولا سمنة كتير، وبرغم ده بتطلع السمبوسك متحمرة وحاجة يعني في منتهى الجمال. مفيش حد دقها الا وعجبته، قال لي احسن من السمبوسك اللي متحمرة في الزيت مليون الف مرة. جربوها بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم. ولسه ما عملتيش لايك لحد دلوقتي؟ فين اللايك؟ يلا دلوقتي حالا اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أتمنى أنكم كلكم تكونوا في خير وفي صحة وعافية، وربنا يا رب يجعل أيامكم كلها أعياد. النهاردة الحكاية بتقول ايه التتبيلة اللي انا تبلت بيها الديك الرومي، واللي هتقول الحكاية هتبقى ليها 2 وجنبها 0 تدوموا في صحة وهنا وخير وعافية. كل ما بطول في الفيديوز بتخلص بسرعة وما بلحقش اتكلم معاكم. اعذروني على اني مقصرة في تنزيل الفيديوز، بس انتوا دايما بتسامحوني. ان شاء الله بإذن الله ربنا ييسر، والايام اللي جايه تبقى احسن من ايامنا دي. بصوا الديك طالع جميل ازاي، مقرمش من بره. فاتني ان انا اقطع منه قدامكم عشان كنت مستعجله، وكانت الناس خلاص قعدت على السفره ومنتظرين الاكل. عملت جنبه صينيتين مكرونه بالبشاميل والسمبوسك اللي انا وريتها لكم، وعملت كمان شوربه لسان عصفور وسلطه ومخلل، وهو ده بس كان الاكل. وكان اجمل اكل. ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. تدوموا في صحه وعافيه وخير. بصوا السمبوسك دخلتها الفرن لحد ما شكشكت واحمرت من تحت، وطلعت بقى حطيتها تحت الشوايه. انت تقدري تفتحي عليها شوايه الفرن مفيش مشكله. بصوا لونها ولا ريحتها ولا طعمها، يا خبر ابيض على الجمال. ما تنسوش تدوسوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا دلوقتي حالا. يلا فين اللايك؟ دوسي على اللايك دلوقتي. تدوموا في صحه وهنا. اشوفكم قريب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.